هل بتصحى تلاقي فمك بيوجعك ومليان تقرحات؟ وهل بتحس إن أقل لقمة بتسبب لك ألم؟ الموضوع مش دايما بسيط، وساعات ممكن يكون علامة على حاجة أكبر من مجرد قرحة فم. النهاردة هشرح لك أنواع تقرحات الفم وأسبابها والأعراض والعلاج، وفي نهاية الفيديو هقولك إمتى لازم تروح للدكتور فورا، وإمتى تفرق ما بين القرحة العادية والقرحة الخطيرة. تقرحات الفم هي جروح صغيرة ومؤلمة بتظهر داخل الفم، وممكن تلاقيها على الخد من الداخل أو على اللسان أو على اللثة أو حتى في سقف الحلق. شكلها غالبا دائري أو بيضاوي، وفي مركزه لون أبيض أو أصفر وحواليه زي حزام أحمر. ممكن تيجي لوحدها أو تيجي في مجموعات. الأنواع الرئيسية للتقرحات: النوع الأول القرحة القلاعية، ودي أشهرهم ومش ناتجة عن عدوى ولا معدية، وغالبا بتختفي لوحدها في خلال أسبوع أو أسبوعين. النوع التاني تقرحات ناتجة عن فيروس الهربس، ودي بتكون مؤلمة جدا وبتظهر غالبا لأول مرة بسبب الفيروس البسيط ده. النوع الثالث تقرحات مرتبطة بأمراض تانية زي التهابات الجهاز الهضمي، فطريات الفم، أو أمراض مناعية زي الذئبة. طيب إيه اللي ممكن يسبب التقرحات دي؟ عض الخد بالخطأ، فرشاة أسنان خشنة أو احتكاك من التقويم أو أطقم الأسنان، معجون بيحتوي على مادة اسمها صوديوم لورايل سلفيت، حساسية من أكلات معينة زي الأناناس، الطماطم، الشوكولاتة أو القهوة، نقص فيتامين بي 12، الحديد، الزنك أو الفوليت، توتر وقلة النوم، تغيرات هرمونية زي قبل الدورة الشهرية أو أثناء الحمل، وأحيانا بتكون علامة على أمراض مزمنة زي كرونز ديزيز، القولون التقرحي أو حساسية القمح أو السكري، أو أمراض مناعية زي ما قلنا. أعراض التقرحات إيه؟ ألم في مكان القرحة، صعوبة في الأكل والشرب أو الكلام، إحساس بالحرقة، تورم بسيط أو تضخم في الغدد القريبة من القرحة. التشخيص غالبا بيكون بالفحص العادي، لكن لو القرحة استمرت أكتر من 3 أسابيع أو بترجع كتير، الدكتور ممكن يطلب تحاليل دم أو عينة من القرحة نفسها عشان يستبعد أمراض تانية. بس خلي بالك، مش كل قرحة في الفم تعتبر بسيطة. لو قرحة ما بتخفش ممكن تكون علامة بعد الشر على سرطان الفم، خصوصا لو مكانها غريب أو فيها نزيف أو بتكبر مع الوقت. علشان كده ما ينفعش نهمل أي قرحة استمرت أكتر من 3 أسابيع أو كانت مؤلمة جدا. طيب نروح للعلاج إمتى؟ معظم التقرحات بتخف لوحدها، لكن في خطوات تسرع الشفاء وتقلل الألم. طيب إمتى نلجأ للعلاج؟ معظم التقرحات بتخف لوحدها، لكن في خطوات بتسرع الشفاء وبتقلل الألم. واحد، استخدام مضمضة مطهرة خاصة اللي فيها مادة الكلورهكسيدين أو حتى مضمضة المية والملح. اتنين، كريمات أو جل موضعي يكون فيه مضاد التهاب زي حمض الهيالورونيك أو بخاخ بنج موضعي عشان يسكن الألم. تلاتة، أدوية للحموضة أو الحساسية لو السبب تحسس. أربعة، تعويض أي نقص في الفيتامينات والمعادن. خمسة، تجنب الأكلات الحارة أو الحمضية، واستخدام فرشة ناعمة ومعجون خالي من مادة الصوديوم لورايل سلفيت. طيب امتى لازم نروح للدكتور؟ لو القرحة فضلت أكتر من 3 أسابيع أو بتظهر باستمرار، أو لو حجمها كبير أو مؤلمة جدا، ولو معاها حرارة أو فقدان في وزن أو صعوبة في البلع، أو لو فيها إفرازات أو ريحة كريهة. طيب تعالوا نشوف إزاي نعمل وقاية من قرح الفم. هنحافظ طبعا على نظافة الفم باستمرار، هنستخدم معجون بمكونات طبيعية، وهنقلل الأكل الحار والحمضي، وهنهتم بالنفسية والنوم، ونتابع مستويات بي 12 والحديد، ونعمل زيارة دورية لطبيب الأسنان يشيك لو في تسوس ولا حاجة. تعالوا نراجع كل اللي قلناه بسرعة. شكل القرحة بيبقى دائري أو بيضاوي، ومركزها أبيض أو أصفر وحواليها زي حزام أحمر. وبتظهر فين؟ بتظهر داخل الخد أو اللسان أو اللثة أو سقف الحلق، وبتستمر من أسبوع لأسبوعين، وأكتر من كده بنحتاج فحص طبي. أسبابها إصابات، نقص تغذية، توتر أو أمراض مناعية. وعلاجها مراهم موضعية ومضمضة، ونتجنب المثيرات، ونزور الدكتور لما تكون مؤلمة جدا أو متكررة أو مستمرة. ولو عندك قرحة في الفم مش بتروح أو بتظهر كتير، ما تسكتش عنها، وشارك الفيديو ده مع أي حد بيعاني من نفس المشكلة.